الرغيفات اللي غادي ندير معكم اليوم تيجيو زوينين وتيجيو رائعين، والاهم هي التقرميشه ديالهم وتيجيو بنينين بزاف، وواحد الحشوه تتجي بنينه ولذيذه. نتمنى انكم تجربوهم، هادو غينفعوكم الضياف ديالكم الا جايين عندكم شي ضياف، اولا ديرهم في المناسبات اولا حتى لوليداتكم الكوطي، تيجيو بنينين ومقرمشين، واحد التقرميشه تتجي يا سلام، والبنه والتعليكه اللي تتكون في الحشوه. الاهم انهم تيصبروا، تقدروا ديروهم تيصبروا حتى لسيمانه وكثر، ما حدهم ما عندكم وهما تيبقاو مقرمشين وتيجيو زوينين. تقدروا تزوقوهم بإفيلي اولا تزوقوهم باللوز مقلي اولا تزوقوهم غير بالجنجلان، يا لاله ديري لهم غير الجنجلان تيجيو زوينين بزاف بزاف وتيجيو بنينين. ما ساعدنيش الحظ باش نحطهم لكم في العيد، ولكن يعني اي وقت ما تيجي الخير تينفع. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشكم مبروكه، وسمحوا لي ما حطيت لكمش هذا الفيديو في ايامات العيد، ولكن وقت ما تيجي الخير راه تينفع. في اي وقت تقدروا ديروا هاد الرغيفات اللي تيجيو مقرمشين وزوينين بزاف، والاهم هي واحد التعليكه كاينه في الحشوه تجي زوينه. يلا نبداو المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي اللوز، اي كميه ديال اللوز. انا عندي اللوز هنايا رانا سلقته وقليته ودرت له معلقه ديال القرفه، وهنايا درت واحد 2 معالق ديال الزبده ما عمرينش، وهنايا زدت الحليب المحلى تعطيها واحد التعليكه وتجي زوينه بزاف. غادي نديرها على هاد الحشوه، تنخلطها مزيان بعدا، عاد غادي نديرها على الحشوه، حيت عندي الزيت سخونه ودرت عليه هذاك الحليب المحلى باش يذوب، تعطينا ديك التعليكه اللي زوينه. هنا غادي ندير واحد المعلقه ديال الزهر، وهذه هي الحشوه ديالنا، تجي ساهله ومهله وتجي زوينه. اي كميه عندكم اللوز، المهم اللي بغيتو ديروا الطريقه شحال ما بغيتو ديال اللوز تقدروا ديروه. المهم انا تجي شويه خفيفه، ولكن حدكم تتخليوها واحد شويه وتتشرب وصافي، وعاد تبداو تستعملوها. انا غادي نحطها على جنب، داكشي علاش بديتها هي الاولانيه. غادي نخليها تشرب وتنشف، وغادي نرجعوا نخدموا معكم الورقه. هنا غادي نجيب الورقه ديال الايفيلي كيف ما شفتوا، انا قطعتها مربعات وخديت الزبده ذوبتها مزيان وصافي، وتنبقى ندهن هاد الزبده. هاد الورقه هذه شوفوا البنات راه ضروري خصكم تدهنوها بزاف، لان حيت غادي نطيبوها في الفران. وتتعرفوا الورقه الايفيلي راه خاصها تفزق بزاف، يعني تتبغي الزبده تتبغي يعني تفزق مزيان. ديروا لها الزبده ما تخافوش، وراه داكشي السر ديالها هي فهاد الزبيده هذه تعطيها تقرميشه. صافي هكايا غادي نبدا نعمرها انايا، تناخذ واحد تقريبا واحد المعلقه وتنديرها في الوسط. راه تيجيو غير صغيورين ولكن تيجيو بنينين تيجيو زوينين، لا في المنظر ولا في المذاق. صافي تنطويها بهاد الطريقه هذه كيف ما تتشوفوا مربعات على شكل الرغايف. الا ما فيك ما تعجني، وهذا راه تيجيو احسن من العجينه والله، الا تيجيو زوينين وساهلين يعني دغيا تيوجدوا. صافي غادي ناخذ واحد الورقه واحده اخرى كيف ما تتشوفي، غادي ندهنها كذلك مزيان مزيان، وغادي نقلبها عاوتاني باش تتشرب ليا ديك الزيت وديك الزبده. غادي نحط الورقه من الجهه اللي فيها الطويات، وتنعاود نطويها من الجهه الفوقانيه باش هكا تجي ما تجيناش جهه واحده اللي فيها الورقي بزاف. شوفوا الطريقه، انا غادي نعاود معكم وحيده اخرى. وهذه هي الرغيفه، ها نتوما تشوفوا كيفاش تجي، ونعاودوا نديروا واحده اخرى.
هي السر ديالها هي في هاد الزبدة هادي، في هاد الدهين هذا اللي تدهنوهم دابا. كل ساعة تطيح لي هاد الشيته هادي من بلاصتها ولكن ماشي مشكل. صافي تنعمرو الحشوة، راه من بعد الحشوة انا راه حليتها بعد ما نشفات، حليتها شويه باش تجينا هكايا مفركه. تنطويها بحال شكل رغيفه، عاوتاني نطويها من هاد الجنب، نطويها من الجنب الاخر، وتنقلبها تنحطها، نعاود ندهن ورقه واحده اخرى، وتنقلب الورقه باش ندهنها عاوتاني من الجهه الاخرى. وغادي نحط الورقه من هاد الجهه اللي فيها الورقه مطويه. صافي وتنبدا نورقها هكايا، تنطويها وعاد تنقلبها وتتجي على هاد الشكل هكا مربعه. وصافي انا غنكمل الخليط اللي عندي كامل حتى نرجع معكم. وهنا بعد ما ساليت الخليط ديالي كامل كيف ما تتشوفوا، غادي نديروهم دابا في طاوه، وكذلك غادي نزيد ندهنهم واحد شويه بحال هكايا من الفوق. وغادي نحطهم في الفران سخون يكون، تتخليهم واحد شويه حتى تيتقرملوا. ولكن خصكم تقابلوهم، يعني كل ساعه قلبوهم من كل جهه، قلبوهم باش يجيو محمرين كاملين بحال. هما راه وحده تتكون محمره وحده لا، ولكن نتوما كل ساعه قلبوهم باش تعطيكم هاد اللون هذا بحال وتيكون زوين. تقدر تعسلوهم، تطفيهم في العسل، ولكن انا فضلت غير هكايا نكب عليهم غير شويه من الفوق، راهم تيجيو معسلين وتيجيو زوينين دغيا تيتشرب فيهم العسل. بهذه الطريقه هذه تيجيو احسن من اللي تغطسوهم في العسل، حيت غيشربوا لكم العسل بزاف. من الاحسن غير ترشوهم بحال هكايا بالعسيله وصافي تتذوقوهم باش ما بغيتو تذوقوهم بهكايا بإفيلي تتذوقوهم، اولا بغيتو تذوقوهم باللوز مقلي ومهرمش، اولا كذلك تقدروا ديروهم غير بالجنجلان وراهم تيجيو زوينين. والاهم هي التقرميشه ديالهم والبنه ديالهم. هادو هما الرغيفات ديالنا، تيجيو على التشكيل هذا كيف ما تتشوفوا، تيجيو رائعين وزوينين وساهلين، والاهم انهم تيبقاو التقرميشه تيبقى تيصبروا لكم حتى يومين 3 ايام 4 ايام، تيبقاو مقرمشين كيف ما هما. ماشي بحال نقولوا حنا العجينه دغيا تتلوى وما تيبقاوش مقرمشين، هادو تيبقاو مقرمشين وزوينين بزاف. والاهم ساهلين ماهلين، تقدروا ديروهم في اي وقت وتقدروا تشوفوا سمع. وهكايا التعميره تيجي فيهم داك اللوز من الداخل، زوينين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم
وردوا عليا الخبر، كتبوا لي في الكومونتير، ونتمنى بالله انهم يعجبوكم بزاف. يلا مع السلامه، حتى الفيديو القادم ان شاء الله.